تعالي أقولك ازاي تحولي الجبنة القريش لجبنة كريمي بطعم الكيري، وكمان هقولك ازاي تطلعي منها كذا طعم وبكل بساطة وسهولة. ونبدأ أول حاجة معانا قطعة حلوة كده من الجبنة القريش زي ما انتوا شايفين، هنبدأ ننزلها في الكبة. واللي هيخلي بقى طعمها حلو وهيديكي طعم الجبنة الكيري والكريمي كده، هزود عليها معلقة كبيرة كده حلوة من الزبدة، وهديها رشة ملح بسيطة، وكمان قطعة من الجبنة المثلثات، وبجد بيفرقوا قوي في طعمها. ناخدها بقى في الكبة كده نضربها ضربة محترمة، وأهم حاجة واحنا بنضرب كده ننزل الحروف اللي هي الجوانب كده علشان كله يتضرب مع بعض. وبصوا بقى شكلها بعد ما اتضربت، بصوا بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي وناعمة وقوامها ممتاز جدا. وبجد مفيش أسهل منها، بطريقة بسيطة واقتصادية جدا عملنا أحلى جبنة كريمي، وكمان مش هتصدقوا إن طعمها بجد زي الجبنة الكيري بالظبط. هنبدأ بقى ايه نقدمها، أنا هاخد نصها كده أقدمها تبقى جبنة سادة كريمي، والجزء الباقي في الكبة هنزل عليه كده زيتون، يبقى أنا كده هعمل جزء سادة وجزء بالزيتون. وتقدري بقى ايه تضيفي فلفل ألوان برضه هيبقى طعمها حلو بالفلفل. نوعي بقى وبراحتك خالص، وعايزاكم تقولوا لي يا حلوين في التعليقات بتحبوها بطعم ايه وانا اعملها لكم. ونبدأ بقى نضرب الزيتون معاها كويس قوي، وبس كده بقدمها وبألف هنا وشفا. طلعنا كمية محترمة من قطعة جبنة واحدة، وبجد طعمها خطير. وشوفوا لي بقى القوام، الجبنة قد ايه هي ناعمة وكريمية جدا، بصوا بسم الله ما شاء الله. متأكدة ان هي هتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك ومتابعة وتشاركوا الفيديو مع أكبر عدد علشان الكل يستفاد. في حفظ الله ومع السلامة.